تعليق سهام صالح على تصريحات كابتن حسام حسن بعد البطولة الودية اللي كان بيلعبها منتخب مصر في الإمارات. بجد كان أفضل تعليق أسمعه على تصريحات كابتن حسام حسن. تعالوا نشوف تصريحات كابتن حسام حسن على لسان سهام صالح وتعليقها كمان. حسام حسن في المؤتمر: موتوا بغيظكم واحنا صنعنا التاريخ. طبعا تصريحات ناريه لكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، واضح انه زعلان قوي قوي. قال لك لما اتكلم بقى قال لك عايزين تطلعوني ترند ولا يهمني، انتوا بتحاربوا المدربين الوطنيين. يا راجل ده ميكالي مدرب المنتخب الاولمبي كان بياخد مبلغ وقدره، عيب عليكم. بصوا لمدرب المغرب الوطني، احنا جهاز وطني بناخد بالجنيه المصري كراتب، واللي شايف اننا ما عملناش انجاز بوصولنا لكاس العالم وكاس الامم بدون هزيمه بقول لكم خليكم محروقين مننا. ده كابتن حسام مش انتوا ما بتفهموش حاجه يا لهوي. انتوا عارفين مين حسام وابراهيم؟ تاريخنا ايه؟ في ناس جم دربوا منتخب مصر ما كانوش اتولدوا، واحنا بنعمل التاريخ. بقول للمنتقدين موتوا بغيظكم. الجهاز يعمل ايه اكتر من كده؟ جربنا لعيبه وعملنا اللي علينا، واللعيبه مرهقه جدا بسبب السوبر المصري، واللي بيفهم في الكوره هيعرف اني ما اقدرش ازود في الاحمال. منتخب مصر يعني ده طبعا اللي جه على لسان كابتن حسام حسن في المؤتمر الصحفي. بجد ده هو افضل تعليق على اللي قاله كابتن حسام حسن. احنا بنفهمش كوره ونموت بغيظنا. بجد يا سهام صالح احسن تعليق انت قلتيه، يا لهوي. بس انا عايزك تصبري، لان يا لهوي اللي بجد مش بتتقال دلوقتي، هتتقال بعد الكارثه اللي هتحصل معانا في كاس الامم الافريقيه اللي جايه. لان واضح جدا ان كابتن حسام حسن مركز مع التعليقات والتصريحات والسوشيال ميديا، ومش بيركز مع المنتخب اصلا. كل اختياراته واللعيبه اللي هو بيختارها عشان تمثل منتخب مصر بيلعب بلعيبه عكس اختياراته تماما. انت دلوقتي اخترت محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد من نادي الزمالك كمدافعين، طب بتدافع بمحمد حمدي ومحمد هاني ليه؟ ادافع بمحمد حمدي او محمد هاني لو انا ما عنديش مساكين، اقول الراجل معذور فبيجرب، لكن انت الناس موجوده على الدكه اصلا. وحسام عبد المجيد لعب في ضربات الجزاء، يعني الراجل مش مصاب وسليم، فانت ما بتلعبوش ليه؟ طب بتختارهم ليه اصلا؟ كمان خالد صبحي اللي انت جايبه من المصري اللي هو اصلا ما بيلعبش هناك، فانت جايبه عشان يلعب في منتخب مصر، برضه مقعده جنبك على الدكه. اختيارات عشوائيه وطرق لعب عشوائيه، ما بنشوفش اي حاجه، ما بنشوفش اي جمل. حتى الاهداف اتمنعت. منتخب مصر جاب جون في الماتشين، وجون بمهاره من مرموش، ولا فكر ولا خطط ولا اي حاجه. ده احنا لاعب يا راجل رقص 6 لعيبه مره واحده، ده اتعملت ترند على منتخب مصر، وانت لسه ما قابلتش اي حد. منتخب اوزبكستان تقريبا ال 52 على العالم، ومنتخب الراس الاخضر برضه بعيد في التصنيف العالمي. امال لما تدخل في الجد هتعمل ايه؟ بس اسمعيها مني يا سهام صالح، عشان يا لهوي اللي بجد هتبقى بعد كاس الامم.